يا مساء الفل والجمال. اهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. البرنامج اللي بنلخص فيه اهم واقوى الافكار في 5 دقايق وبس. عمرك حسيت انك بتحب حد لدرجة ان حياتك كلها بقت معلقة بيه؟ او حبيت حاجة لدرجة انك لو فقدتها هتحس انك اتكسرت؟ على فكرة، لو سمعتوا حلقتنا اللي فاتت عن فن اللامبالاة هتفهموا احنا رايحين فين النهاردة. الحلقة دي تعتبر الجزء التاني، لأننا هنجرب نطبق فن اللامبالاة على قلوبنا، وهنشوف ازاي ممكن ينقذنا من وجع التعلق. الحب شعور طبيعي وصحي، في عطاء وفي راحة وفي سعادة مشتركة. أما التعلق فهو خوف متنكر في شكل حب. تعلقك بشخص أو حاجة بيخلي سعادتك كلها في إيديهم. لو بعدوا أو اختفوا قلبك هينهار، زي لما تلاقي نفسك بتراقب الموبايل كل دقيقة مستني رسالة منه. ده مش حب، ده تعلق. علم النفس بيقول في نظرية اسمها نظرية التعلق إن كل إنسان ليه طريقة بيحب بيها، والنظرية دي قسمت التعلق ل3 أقسام. النوع الأول من التعلق وهو تعلق آمن، يدي ويستقبل حب من غير خوف. تاني نوع وهو تعلق قلق، دايما خايف يخسر الشخص اللي بيحبه. تالت نوع والأخير وهو تعلق متجنب، بيهرب من القرب زيادة عن اللزوم. ولو فهمنا نوع تعلقنا هنعرف ليه ساعات حبنا بيتحول لوجع. ومن هنا بيجي دور فن اللامبالاة. مارك مانسون في كتاب فن اللامبالاة بيقول إن السر في الراحة النفسية إننا نختار المعارك اللي تستحق اهتمامنا. في الحب المعركة الحقيقية مش مع الشخص اللي بنحبه، لكن مع نفسنا. لو فضلت أدي كل طاقتي للقلق والتفكير والخوف من الفقدان عمري ما هلاقي راحة. فن اللامبالاة بيعلمنا إننا نحب من غير ما نتعلق. يعني أحب الشخص اللي قدامي بس مربطش حياتي كلها بيه. أهتم بالعلاقة بس ما خليش مزاجي رهينة لمكالمة أو رسالة. لما تتعلم تقول لأ لمخاوفك هتعرف تقول للحب اللي يريح قلبك. جرب تعمل ده النهاردة. اهتم بنفسك وهواياتك جنب الحب. سيب مساحة للشخص اللي بتحبه يعيش يومه من غير ما تفضل مستنيه طول الوقت. هتكتشف ان الحب الصحي هو اللي بيديك امان مش خوف. الحب جميل لما يكون صحي، والتعلق مؤلم لانه بيسرق راحة بالك. وفن اللامبالاة مش برود، هو حب لنفسك الأول عشان تقدر تحب غيرك صح. وفي النهاية لو الحلقة دي لمست قلبك ارجع اسمع فن اللامبالاة عشان تعرف أكتر ازاي تعيش براحة حقيقية. ونصيحتي ليك في الحلقة دي، الحب الصحي زي النسمة، يطمنك من غير ما يخنقك. جرب تسيب التعلق وتختار حب يحرر قلبك. وفي النهاية لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب، واستناني في الفيديو الجاي مع مواضيع وأفكار جديدة مفيدة في 5 دقايق وبس. وافتكر دايما شعارنا أفكار مركزة في وقت محدود. وأشوفكم الحلقة الجاية.